صباح الخير، صباح العافية، صباح الورد والسعادة على عيونكم حبيباتي، ومساء الخير أكيد لأنه حتشاهدون الفيديو بالليل، يوم جديد وإن شاء الله يا ربي يوم سعادة وخير علينا وعليكم، حبيت أصبح عليكم اليوم بفيديو روتينا من الصبح وراح أقول لكم الشغلات اللي أسويها أكيد قبل ما أبلش بأي شي أسويه، من بعد أكيد ما نصلي ونشوف ونغسل وجهنا ونشوف إيش عدنا ما عدنا يعني لنفسنا فقط. صلوا لنا على النبي وزيدوا النبي بعد صلاة حبيباتي حتى نبلش يومنا إن شاء الله بتوفيق من رب العالمين، أكيد كثروا لنا كومنتات حلوة، وإذا ما مشتركين اشتركوا بالقناة، وهماتين إذا ما مفعلين الجرس على الكل فعلوه حتى أي شي جديد أنزله يوصلكم، في حال أنتي مشتركة قديمة وما دا يوصلك إشعار بالفيديوهات فالغي الاشتراك وارجعي اشتركي وفعلي الجرس على الكل حتى أي شي جديد أنزله يوصلكم. بنات نصيحة من أخت، أول ما تقعدين الصبح لا تركضين على المطبخ والمسؤوليات اللي إحنا كل يوم نسويها، كل يوم نفس الموال ونفس الروتين يعني حتى لعبانة نفسنا، بس إحنا شنو إحنا نجمل الموضوع لنفسنا، لأن كل شي تكررينه كل يوم تصير ملل من عنده. أول شي تسوينه أكيد من بعد ما تصلون وتشوفون تقربكم من رب العالمين لأن هذا الشي أساسي، خلي تنت بسيط، خلي كحل بسيط، خلي عطر، خلي ماسكارا، هذا الشي راح يغير من نفسيتك وراح يريحك وراح يحسسك إنه أنتِ أنثى وإنه أنتِ تستحقين، على فكرة مو ضروري يكون زوجك بالبيت حتى أنتِ تسوين هاي الخطوات، لأن هاي الخطوات إلك أنتِ، أنتِ الداعم النفسي كأنثى، بالفطرة المرأة تحب اللبس الجديد واللبس الحلو، تحب العطر، تحب الميك اب، تحب الإكسسوارات، فلا تحرمين نفسك من هاي الشغلات لمجرد إنه أنتِ عندك مسؤوليات وأولاد وتدريس وطبخ وتنظيف، لا، بعمرهن هذني مطارًا يعني لا التنظيف يخلص ولا الطبخ يخلص ولا أولادك يطيرون، كل هذني قاعدات منتظراتك. ما راح يروحن لأن ماكو أحد ثاني راح يشيلهم غيرك، فليش أنتِ تهملين بنفسك؟ يعني العشر دقايق اللي تنطينها لنفسك الصبحية تغير مودك النهار كله، وبنفس الوقت أنتِ نفسك يعني من حقها إنه أنتِ تشوفينها وتشوفين طلباتها، حالك حال الطلبات اللي تشوفيها للبيت كليته، صدقوني إذا ما شفنا طلبات نفسنا وما اهتمينا بنفسنا راح ننهار. لأن إحنا كل يوم اللي نصبح بيه ننام بيه، إحنا كربات بيوت خاصةً، يعني ما دا أتكلم عن الموظفة، ممكن يكون الموظفة موضوعها متعب أكثر من ربة البيت لأنه عندها شغل برا البيت وشغل داخل البيت، يعني تكون مسؤولية برا ومسؤولية داخل البيت، بس تكون أفضل إلها من ربة البيت اللي قاعدة بين 4 حيطان كل يوم، وكل يوم نفس الموال، خاصةً اللي بنفس الوقت قاطعة علاقتها بالجيران وبالأقارب وما تروح لأحد وما أحد يجيها، اللي حابة إنه هي تعتزل بيتها وأولادها، فالموضوع ترى مو سهل، بالعكس الموضوع يسبب عارض نفسي. ودائمًا شو يقولون؟ يقولون من أكثر الأشياء اللي تسبب الله يكفيكم الشر الأمراض والموت إن شاء الله وعمركم طويل، من أكثر الأشياء اللي تسبب الأمراض المزمنة والموت الفجأة هو السترس، الضغط النفسي، فاللي نصبح بيه ننام بيه إحنا كل يوم نسويه فهذا يسبب سترس، خاصةً هسه ويا الدراسة والأولاد والامتحانات ما شاء الله ينطونهم التحضير منا، ثاني يوم امتحان وباليوم امتحانين 3 من غير التحاضير وأنتِ اللي مبتلشة طبعًا، هم ينطوهم وهاي هي، خاصةً اللي مثلي هي تدرسهم ما حاطة مدرسات وما مخليتهم يم مدرسين، كلها هي تدرس فالموضوع بصراحة جدًا متعب، بس إحنا شنو؟ إحنا ننطي جرعة سعادة لنفسنا وتفاؤل من أقل شي. فحتى نكون أمهات عندنا جرعة سعادة ومتوكلين على رب العالمين وحابين اللي إحنا دا نسويه ببيتنا، لازم أنتِ تنطين جرعة السعادة لنفسك من خلال الشغلات البسيطة اللي هي تهتمين بنفسك ولو 10 دقايق الصبح وربع ساعة بالليل، ماشي حبيباتي؟ هذا الشي نكون متفقين عليه. رقم 1، رقم 2 هواي سألتوني بالتعليقات شنو روتين العناية بإيديج، والله يا بنات ما عندي أي روتين عناية بإيدي. يعني هسه أني قسمت لكم كل اللي أسويه لإيديا إنه أني أرطبهم ببيبي جونسون المرطب مو الزيت، الزيت أستخدمه لجسمي والمرطب أستخدمه لإيدي فقط لا غير،
يعني إذا أنتم تردون إيديكم يعني تحافظون عليها وهسه جاي الشتا كثروا من الترطيب وقشروا بالأسبوع مرتين، بالأسبوع مرتين أبسط تقشير إذا ما تقدرين تشترين وهواي أكو أنواع تقشير على فكرة مو غالية، العلبة ب3000 ريحته حلوة ويقشر تقشير حلو ماشي، بس إذا تقولين أني ما مثلًا ما عندي وما أقدر أشتري شكر وقهوة وحطي عليهم الشاور جل، ما عندك شاور جل اللي هو الصابون السائل مال الاستحمام ما عندك ما متوفر عندك ضيفي عليهم شوية شامبو واستخدميهم، قشري بيهم جسمك بالأسبوع مرتين، حتى إيديج قشريهم ورطبي، إذا تغسلين مواعين رطبي إيدج، ونصيحة استخدموا الجفوف بغسل المواعين، واستخدموا الجفوف بالمسح، واستخدموا الجفوف إذا انتم عندكم غسالة من هاي العادية يعني تطلعون الملابس تشطفوها وتضيفوها بالتجفيف، دائمًا خلوا الجفوف يعني هي سعرها 750 الجف، نقول خلي يكفيج أسبوع، يكفيج 4 أيام 5 أيام، من تطلعين جيبيلج فد 5 6 أزواج وخليهم يمك بالمطبخ. وعودي نفسِك إنه ما تشتغلين أي شغلة بدون الجف، راح تحافظين على إيدِك راح تشوفين فرق خلال أسبوع، وترجعون تكتبوا لي إذا ما شفتوا فرق، البسوا الجف وبنفس الوقت رطبوا إيديكم، ونصيحة بيبي جونسون يجنن للترطيب، وإذا عندكم إمكانية بيبي جونسون يعتبر مرطب الناس الفقرا. لأنه سعره 3000 بس إذا أنتِ عندِك إمكانية إنه أنتِ تشترين مرطبات أكو مرطبات ب7 وب8 وب12 لحد ال25 و30 و40 ألف، فجيبي ورطبي إيدِك وشوفي الفرق على نفسِك، واهتموا بنفسكم بنات، لأنه العمر يركض والسنين تركض، وفيما بعد من تكبرين تحسين إنه أنتِ ما قدمتِ شي لنفسِك، ونفسِك حرامات يعني تقولين يعني فوّتت أيام شبابي وأيام حياتي كلها وما شفت شي وما افتهمت شي، ما قدمت لنفسي شي، راح تحسين بالنقص من تشوفين البنات اللي انتِ جنتِ بعمرهم ايش دا يسوون لنفسهم وكل هذا الشي انتِ ما سويتيه، فدللوا نفسكم وبأبسط الإمكانيات، كل ما حبيتي نفسِك على الأشياء البسيطة اللي عندِك وعلى إمكانيتِك كل ما نفسيتِك ترتاح، وكل ما نفسيتِك ترتاح كل ما البيت يكون هادئ. وكل ما البيت يكون هادئ يكونون أكو أطفال سويين طبيعيين، وكل ما أكو أطفال سويين طبيعيين انتِ بنيتي أجيال حلوة مرتبة، من يجي يتزوج ابنك يكون إنسان واعي، إنسان سوي، ما عنده مشاكل نفسية، أغلب الأجيال يعني ما نريد نقول الكل بس أكو يعني جيل ال90 وجيل ال80 وجيل ال2000 هسه بيهم عقد نفسية بسبب الأهل، لدرجة إنهم اتزوجوا ولحد الآن ينفذون عقدهم النفسية على عوائلهم، على زوجاتهم وأولادهم، هذول راح يخرجون جيل مليء بالعقد النفسية، ما يعرف يتصرف، وحياة أولاده راح تنقلب جحيم وحياة أسرته، إلا الشخص الواعي اللي ينملي عقد نفسية من أهله ويخرج نفسه من هذا الشي من بعد ما ثقف نفسه علميًا ودينيًا وطور نفسه. فهذا الإنسان راح يخرج نفسه من العقد اللي عاش بيها بالطفولة، وراح يقاتل حتى أطفاله ما يعيشون الشي اللي هو عاشه، بس مع الأسف أكو الأغلب والأكثرية اللي هم مليانين عقد نفسية ويرجعون يملون أولادهم بنفس العقد، وهذا الشي جدًا خاطئ. فيا حبيبتي حتى ما تكونين أم عصبية طول اليوم، وما تكونين أم مرهقة، وما تكونين أم مهملة بنفسِك، وما تكونين أم تربي أطفال مليانين عقد نفسية، داري نفسِك ولو بأبسط شي، ومو عيب إذا طلبتِ من زوجِك يطلعك، ومو عيب إذا طلبتِ من عنده تطلعين أنتِ وياه، بنفس الوقت مو عيب إذا أنتِ قررتِ إنه أنتِ تطلعين ويا أختِك ويا والدتِك تغيرين جو، أبد مو عيب هذا الشي من حقِك. ومن حقِك تطلعين، ومو عيب إذا أخذتِ مثلًا ابنِك أو بنتِك الكبير وطلعتِ أنتِ وياها، حتى لو ما تشترون شي، تاخذوا لكم فرة بالسوق، أبسط شي، هذا الشي من حقكم بنات، لا عيب ولا حرام، تغيير النفسية لربة البيت الأم فد شي جدًا ضروري، فركزوا على نفسكم الله يخليكم، وحبوا نفسكم مثل ما أنتِ بشرتِك مو بيضة ترى أنتِ تجننين ما بيج أي شي. أنتِ بشرتِك تنشف بالشتا ترى هذا الشي جدًا طبيعي، أنتِ شعرِك دا يتساقط بسبب الحمل والولادة والمشاكل النفسية اللي زرعوها مثلًا أهل زوجِك أو زوجِك أو أقاربِك أو أهلِك، فهذا الشي جدًا طبيعي أنتِ بشر، إحنا مو جماد، مو لعابات ونبقى مثل ما إحنا، لأ إحنا بشر والبشر معرض لكل شي.
فالحمد لله والشكر إنه إحنا لحد الآن حلوات، ولحد الآن كيوتات، ولحد الآن نفكر بنفسنا. فكروا بنفسكم وحبوا نفسكم، وإن شاء الله يا رب دائمًا القناة تكون داعم إلكم بكل هاي المواضيع، فتدللوا وكتبوا لي أي مواضيع أنتم حابين إنه أني أسولف بيها. خلوني أقول لكم إيش دا أسوي. اليوم سويت يخنة مالت دجاج بنات. آآ فمثل ما قلت لكم بنات، عندي قطع من الدجاج مغسولات ونظيفات بس شطفتهم، حمستهم ويا بصل وسويت قطع بوتيتا وياهم، هماتين حمستها، وبهارات أي نوع بهارات انتو حابين. أني هاي بهارات هي جاهزة أصلا مال دجاج. ضفت عليهم حمص، 3 شرايح ليمون، وبنفس الوقت نص حبة فلفل وطماطية، وراح أضيف لهم ملح وأتركهم يغلون. من يغلون راح أضيف عليهم شعرية. يعني راح أسوي يخنة دجاج بدون عدس، بس حمص وشعرية. الشعرية إيش راح تذوب وتنتهي نهائيًا، يصير بس السوب ثخين. تقريبًا كوب شعرية ضيفوا بنات، يصير السوب ثخين ويصير طعمها كلش طيب. وهاي يخنة يعني أني دائمًا أسويها بصراحة، وبالبيت كلش نحبها حتى أكثر يعني من التشريبة. جربوها إن شاء الله حتحبوها بنات. إذا وصلتِ لهنا من الفيديو ولحد الآن ومخليتلي لايك، خلي لي لايك من إيدِش الحلوة يا حلوة انتِ، حتى أستمر أنزل لكم فيديوهات، لأن دا أفكر أنزل يومية، بس بصراحة المشاهدات ما تشجع. ورجعنا جبنا ورد من جديد يا بنات، وكلش أعشق الورد، وهذا ورد جوري ريحته ترد الروح. راح نحولهم بالسنادين الكبيرة حتى لا يموتون. طبعا هاي المهمة مالت الجنتلمان اللي هو زوجي، الله يحفظه ويطول لنا بعمره. وراح نزرعهم إن شاء الله ونخليهم، ومن أكمل إن شاء الله الطرمة فدنا وتجهيزات أصورها وياكم كلها. انتظروني فيديو جديد حبيباتي. باي باي.